السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وحبيب سيدنا محمد. النهاردة قلت أعمل فيديو تاني يوم العيد. عملت فتي، كل سنة وانتم طيبين. وعيد ضحية مبارك علينا وعليكم وعلى العالم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض. اللهم اكرمنا يا رب كده نوقف على جبل العرفات احنا والسامعين أجمعين إن شاء الله. يا رب كل اللي نفسه في حجة ربنا يديها وكل اللي نفسه في حاجة ربنا يحققها له برضه. يا رب كرمنا بزيارة بيت الله الحرام احنا وكل أمة العالم أجمعين. يا رب كده كل اللي نفسه في حاجة ربنا يحققها له. وطلب التالتة سنة وربنا يكرمهم ويقف معاهم. ادعوا الله يبارك لكم لطلبة التالتة ثانوي ان ربنا يقف معاهم ويكرمهم ان شاء الله، ويديهم المجموع العالي بإذن الله. ان شاء الله ربنا يوفقهم اجمعين ان شاء الله كده. وكل اللي نفسه في حاجة ان شاء الله يكون الدعاء في يوم عرفات، الدعوة مستجابة من بعد الظهر ان شاء الله. ويا رب يجعل لواحد لكل اي حد يا رب من كل ضيق ما يخرجه، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويجعل الفرح قدامه والسعادة خدامه. وكل نفس في حاجة ربنا يحققها له وينولها له قدات يا رب. وما يحرمش حد قدات يا رب من صحته، لان اهم حاجة الصحة. النهاردة جبت ايه معاكم كيلو كده الا حاجة، بس مش هحطه كله، هعمل منه الحتت الحلوة والباقي ايه هخليها مع طبخة تاني ان شاء الله. يعني مش هكتر عشان انا عندي طبيخ اللي هو بتاع وقفة عرفات قاعد والله، والبط قاعد وكل حاجة قاعدة. فاللي هعملهم معاكم واللي هقطعهم على البلنش هم اللي هعملهم. اهدي لك اول حاجة هقطع الحتة دي على حتتين بألف انا وشفا ان شاء الله علينا وعليكم. واتمنى ان شاء الله تجربوا الفيديو، وان شاء الله كده يا رب كل اللي يسمع الفيديو يعملوا مشاهدة لحد الاخر، ويشترك في القناة فضلا وليس امرا، ويحط اللايك. يا رب كل اللي يشترك في القناة يجعل له من كل ضيق مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويجعل الفرح قدامه والسعادة خدامه. معذرة يعني في كلمة يحتسب. وهنا تجي قدامكم هغسلهم الماء بتاعت الشوربة فارت دي، انا هسقط اللحمات فيه. فانا زي ما انا قلت لكم هخليهم يضيفوا ده البهارات، 7 بهارات في لحمي، وورق لورا وطماطم وبصلاي. وحطيت بعد كداتي 2 كوب بصينة. هنا تبوريها لكم بعد ما خدت لها كم غلوة كداتي، مش خدت لها غلوة ولا 2، لا خدت لها كم غلوة زنين كداتي. انا ما كترتش لحمة بصراحة، لان العيال اللهم صل على سيدنا محمد ما قادرينش ياكلوا. فلما جوزي قال لي اعملي لنا فتة قلت ماشي حاضر. جبت هنا اغسل الطماطمات قدامكم اهو عشان اعمل اللي هي طشة الفتة، الصلصة بتاعت الفتة. وهغسلهم غسلة زني. دول جبت طماطمات طراي من خسارة، قلت ما اعمل الناشفين اعمل الطراي، لانه الناشفين خسارة خليهم قاعدين وقت يعني سلطة مخلل ما ينفع بصراحة. لكن الطراي تعمليهم عادي مش بايظين ولا حاجة، بس هم طراي. هتركهم في الخلاط قدامكم. حتى السكينة متلمان وعلى طول مغلبان السكينة معذرة تاني مكان ولا متلمانة. هناتي ما ترك معاكم الطماطم عشان افرمها في الخلاط عشان نعمل الصلصة تحت الفتي. والنهاردة هعمل لكم احلى فتة ان شاء الله، وبألف هنا وشفا علينا وعليكم. ويا رب قداتي بكررها تاني انكم تدعوا لطلاب تالتة سنة وان يكرمهم ويوقف معاهم ويجبر بخاطرهم ربني. بعد ما تركت الطماطم هنا حطيت لهم نص كوباية مية صغيرة. هنقول الحلة على العين التاني عشان نحط الحلة تحت صلصة اللي هنعمله بها الفتة ان شاء الله. شايفين هنا جبت شوية توم كده ونزلت بهم في الحلة بعد ما حطيت معلقة سام. وهديلها تشويحتين هنا، حطيت نص معلقة ملح. هديلها تشويحتين كده وضيف طبوها سبوها بهارات، والبهارات دي فيها فلفل برضو، اسمها 7 بهارات لحمة هي ده. وهديلهم قلبتين كده، مش هخلي التوم يعني تسفر قواي. شايفين ما شاء الله بألف هنا وشفا علينا وعليكم ان شاء الله. وهنسيبهم يتسبكوا براحتهم. وبعد كده نعملهم مع بعض. ما تنسوش شايفين ما شاء الله التسبيكة بعد ما ابتدت في الغليان الشديد. بألف هنا وشفا علينا وعليكم. وهناتي هعمل معاكم الرز. ما تنسوش تشتركوا في القناة فضلا وليس امرا. لازم الرز كده تقلبيه لحد ما الغلاية كده تتفلفل كده، تبقى معمولة كده عشان ما يبقاش معجن معاكي.
وهيطلع بسم الله ما شاء الله قدامكم الرز، وهوريه لكم ان شاء الله. وما تنسوش تشتركوا في القناة فضلا وليس امرا، وتحطوا لايك. يا رب كل اللي يحط لي لايك يجعل له من كل ضيق مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويجعل الفرح قدامه والسعد خدامه ان شاء الله يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. لازم الرز كده نقلبوه ونخليه يبقى مفلفل حلو كده، عشان بعد كده ميبقاش معجن معاني. شايفين؟ بألف هنا وشفا علينا وعليكم. هنا راح اجيب المية عشان ازود كديتي، وبعد كده احط له الملح واغطيه بعد ما ازوده يعني. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم ان شاء الله. هنا نزلت عليه بالمية، وبعد كده راح اقطع ديني معاكم رغيفين مصري، واحمرهم في الهنية قدامكم في الصينية في الطاوة يعني تحت. احط معلقتين زيت واحمرهم. يا رب قدرتي يكون الفيديو بتاعي يعجبكم وينور رضاكم، وما يكونش فيديو تقيل عليكم ولا حاجة، بل بالعكس انكم تحبوا فيديوهاتي وتحبوا قناتي وتشتركوا في القناة. هنا قطعتهم قدامكم، ودي هكمل قطع برضو معاكم. شايفين؟ على حسب ما انتوا عاوزين المكعبات بتاعت هنا، هي بس هي القطع ده هي المظبوطة، والطريقة اللي تقطعوها تحبوها انتوا قطعوا بيه. اتمنى كده الفيديو يعجبكم، ولو عاوزين تحمروه في الفرن وتدوله رشة زيت بملح اعملوا في الفرن. بس انا والله ما كان في وقت عشان اشغل الفرن يعني، فقلت احملهم في شوية زيت على البوتاجاز وخلاص. بس انت لو حطيتوا له رشتين زيت ورشة ملح وحطيتهم في الفرن هيكون احسن منه، مش هيشرب زيت. بس انا كنت مستعجلة، وقلت عشان ادعي الولد ان هو مسافر، ربنا يا رب يحافظه ويسلم طريقه هو والشباب كلهم يا رب. وهنيت حطيتها بالزيت، وهحمرهم ان شاء الله قديتي معاكم وهوريهم لكم. شايفين ما شاء الله؟ بألف هنا وشفا علينا وعليكم ان شاء الله يا رب. اتمنى الفيديو يعجبكم وينور رضاكم، وخليهم يسفروا حلو كده، يسفروا من ذهبي. ولو وصلتوا قدرت ان شاء الله لحد هنا ما تنسوش تشتركوا في القناة فضلا وليس امرا، وتحطوا اللايك لان اللايك هو اللي هيرفع القناة وتسمع الفيديو لحد الاخر. الله يبارك لكم ويعزكم يا اخواتي في الله، واتمنى ان قناتي تكبر بيكم ومعاكم، واتمنى كده فيديوهاتي تعجبكم وتنور رضاكم. هنا شايفين اللحمة ما شاء الله بعد ما استوت هنطلعها، وبعد كده نخليها تصفى من الشوربة عشان ما تطرطش معانا في الزيت او في السمن. وانت لازم قبل ما تحمري الحاجة تحطي نكتة ملح صغيرة في الضوء اللي هتحمري فيها ذاي. بصراحة ما تبقى يعني كده ما تخلي اللي هنا يطرش جامد. شايفين ما شاء الله؟ وصلتوا معايا هنا. ما تنسوش تشتركوا في القناة فضلا وليس امرا، وتحطوا اللايك عشان اكبر بكم ومعاكم. وهنا اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدري لي كده.